صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة. رمضان مبارك علينا وعليكم، يعني عاد علينا كلنا ان شاء الله بالمنة والبركات. النهاردة انا عندي جامعة، وعندي بجد يومي طويل في الجامعة. عندي محاضرة اونلاين، وبعدها عندي تسليم 2 ريبورتس، وبعدها عندي امتحان. فهاخدكم فلوج معايا. نشاط التفاهة بهذه الصورة وبهذا الشكل في أمة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدث في أمة مضت كما حدث في هذا العصر، عصر التفاهة. فعشان كده احنا النهاردة لما هنتكلم إن شاء الله مش هنتكلم عنه من المنظور العام الذي يشمل مؤمن الناس وكافرهم، لا، احنا عاوزين نركز على شباب المسلمين، على شباب وبنات المسلمين، على المسلمين اللي احنا دلوقتي في واقع مرير، ونزلت بالمسلمين نوازل عظيمة جدا. فنحتاج ان احنا ننبه الناس ونحيي فيهم روح الجدية، ونعلي من عزائمهم، ونرفع من هممهم، ونقول لهم أيها الناس إن أمة مجاهدة عالية الهمة، الله عز وجل أحب منا معالي الأمور وأشرافها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دافعا باستمرار لأصحابه على مثل هذه المعاني، ولكن لم يكثر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا كان الأصل فيه. كان الأصل إن هو أبو بكر يسلم يروح يجيب 5 6 من المبشرين بالجنة ويجي. ده لسه، يعني هو، يعني تخيل واحد يدعو إلى الله ولسه ما حفظش آية من القرآن ولا حديث من النبي عليه الصلاة والسلام. كل اللي عمله إنه هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شيء عجيب، ما الذي كان في قلبه من الإيمان حتى يفتح الله عز وجل عليه في الدعوة إلى الله، فيأتي بعدد من المبشرين بالجنة، ويجي للنبي عليه الصلاة والسلام أول ما يؤمن. فكانوا بيشتغلوا، يجي للنبي عليه الصلاة والسلام أول ما يسلم يقول له طب أعمل إيه؟ يقول له خذل عنا ما استطعت. إحنا دلوقتي في ثغور كتير مفتوحة، شوف أنت حاجة تعرف تعملها وتتقن أعمالها، تحمل مسؤوليتها، شيلها عننا، خذل عنا ما استطعت. صباح الخير يا جماعة، مساء الخير عشان احنا بعد التراويح. انا اكتشفت بودكاست اسمها فاهم. كان بقالي كام يوم بيبان عندي حلقة كده لحد اسمه الشيخ أحمد عبد المنعم. في بودكاست اسمها فاهم، واسم الحلقة أصلا يخض. اسم الحلقة بين جد الصحابة وتفاهة العصر. فحسيت اللي هو يعني الاسم بصراحة كان مخيف قوي، فاتفرجت عليه. حسيت اللي هو يعني أنا عايزة أعرف يعني إيه. حاسة إن أنا صعقت، وحاسة إن أنا عملت أحسن اكتشاف في حياتي إن أنا اكتشفت البودكاست دي. وهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. بس يا جماعة، كان الحلقة بتتكلم عن النفس وتعامل الصحابة يعني تعامل الصحابة مع النفس البشرية، وإزاي كانوا بيربوا نفسهم. يعني لأن احنا عندنا النفس الأمارة بالسوء، فهم ازاي بقى كانوا بيتعاملوا معاها، وازاي كانوا بيتعاملوا مع نفسهم لما يحسوا ان هم خايفين او تعبانين، او يعني ايه. انتوا فاهمين انا قصدي ايه. الحلقة بصراحة اكثر من رائعة لدرجة ان انا يعني اتفرجت عليها مرتين، ولسه يعني ايه عايزة اتفرج عليها تالت. بس حسيت اللي هو لا، انا لازم احكي لكم القصة دي بتاعة عبد الله بن رواحة قبل ما ارجع اتفرج عليها تاني. لان ايه ده، يعني سبحان الله، بجد سبحان الله. عبد الله بن رواحة هو كان القائد الثالث في غزوة مؤتة. كان سيدنا محمد ساعتها بعد سيدنا زيد، ثم سيدنا جعفر، وبعدها آخر حد عبد الله بن رواحة. فغزوة مؤتة كانت من الغزوات الصعبة جدا جدا. فباك جراوند ستوري يعني. سيدنا زيد الأول راح ثم قتل، وبعدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا جعفر آه، ثم قتل. وسيدنا جعفر يعني بجد مات موتة صعبة قوي. يعني سيدنا جعفر قطع ذراعه الأيمن، بعدها ذراعه الأيسر، ثم شق نصفين. وعشان كده ربنا يعني أبدله جناح، يعني بإيديه جناحين في الجنة يطير بيهم سبحان الله. فلما عبد الله بن رواحة، سيدنا عبد الله بن رواحة شاف المشهد ده، كان يعني خاف. انا مش عارفه ينفع اقول خاف ولا لا. هو خاف على نفسه ان هو يعني ايه يبقى مش متشجع للغزو او كده. فالطريقه بقى اللي بيكلم بيها نفسه ازاي: يا نفس ان لم تقتلي تموتي. خلي بالك، هو شاف سيدنا جعفر مات ازاي. فهو شايف الموتة دي، وبعدها داخل الغزوة. فبيقول لنفسه ايه: يا نفس ان لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي
فقد لقيتي. إن تفعلي فعلهما على سيدنا جعفر وسيدنا زيد، إن تفعلي فعلهما هديتي، وإن توليتي فقد شقيتي. أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن. دي الجملة اللي بجد يعني تعاملوا مع اللي هو إيه، يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة. أنا الجملة دي بجد مش قادرة أعديها. ما لي أراك تكرهين الجنة، يعني ما لي أراك تكرهين الجنة. يعني أنا بجد من كتر الصدمة بتاعت جملة ما لي أراك تكرهين الجنة، أنا بقالي كام يوم أنا عمالة أكررها. يعني أنا عمالة أكررها كده في سري بقالي كام يوم، أنا مش قادرة أستوعب اللي هو ما لي أراك تكرهين الجنة. بقالي كام يوم بجد اللي هو إيه، لما ألاقي نفسي متكاسلة على الصلاة أو كده، واللي هو مش عايزة أصلي التراويح أو كده، يعني أفضل أقولها لنفسي ما لي أراك تكرهين الجنة. وحاسة الجملة دي بجد يعني بتفوقني قوي. اللي هو احنا يعني انتي دلوقتي ربنا من عليكي ان انتي مثلا تصلي او تصومي او تصلي تراويح او اي حاجه من الحاجات دي. ما لي اراكي تكرهين الجنه دي مش عايزه بقى تروحي تحمليها، يعني في ايه مالك؟ انا كنت عايزه اتكلم في الموضوع ده لسببين. اول حاجه طبعا الصحابه وقد ايه احنا مهم ان احنا نقرا عنهم ونتعلم منهم. تاني حاجه ان ده تصرفه مع نفسه في امر يخص الدين. وعامة هما حياتهم يعني هما كانوا ماشيينها بالمبدأ ده. الحاجات اللي بجد ملفتة ان هتلاقوا دايما الصحابة، مش الصحابة بس يعني احنا دلوقتي بنتكلم على الصحابة، هتلاقي دايما آه كان في طريقة تفكيرهم او تعاملهم مع اي حاجة كانوا دايما بيبقوا مفكرين في الدنيا والآخرة والجنة والنار في اي حاجة في حياتهم. فكانوا دايما 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 دي حاجة هما بيفكروا فيها. وانا كنت حابة اتكلم في الموضوع ده بالذات علشان المقاطعة. اخر فترة لقينا بجد انفلونسرز كتير قوي طالعين بيعملوا اعلانات وكده الحاجات اللي هي اللي احنا خلاص مش هنجيبها تاني ابدا. بيتعاملوا مع الموضوع على انه عادي، ولما مثلا حد يعني ايه يلاقوا الباكتاش على الموضوع او الناس بتزعلهم كده يقولك احنا ماضيين عقود وبتاع وكده، او يقولك مبالغ ضخمه. ويا جماعه اكيد يعني لما نعمل اعلان الناس مش هتبطل المقاطعه وبتاع كده. او تلاقي مثلا الناس اللي هي اصلا الناس اللي هي مش مقاطعه اصلا ليه على الاغلب هيقولك عشان انا مثلا ملاقيش بديل للبتاع ده او انا بحب البتاع ده. او الفكره هي ان الفرق ما بين يعني ايه تعامل الصحابه مع المواقف. وده موقف صعب، احنا بنتكلم في غزوه وشايف تعاملهم مع وحد مثلا مش عارف يتعامل مع كنز والله العظيم كنز. يعني هما حياتهم ما كانش فيها تساهل في الدين، رغم ان احنا ربنا امرنا بالمقاطعه. احنا ده يعني احط لكم الحديث كمان موجود. انا بصراحه بقارن في دماغي دلوقتي ما بين تصرف الصحابه في امر يخص الدين وتصرفنا احنا. يعني يوم القيامه الاسلام هيجي ويشاور علينا واحد واحد او واحده واحده ويقول هذا نصرني وهذا خذلني. يعني انا بقالي سنين اصلا ما بشتريش الحاجات دي اصلا علشان هي ليها اضرار كتير للجسم، فانا اصلا بقالي سنين ما بشتريهاش. بس انا بصراحه يعني انا مش عارفه، انا كل ما بقرا اكتر عن الصحابه او السلف او يعني انا ببقى مش عارفه انا هقابل ربنا ازاي، وده موضوع مخيف جدا. واحد بيتاجر طول عمره معاه ملايين وفجأة عشان الإسلام وعشان الدين بيقول لهم خدوا الفلوس مش عاوز حاجة. انت ايه اللي يرضيكم يعني عشان تسيبوني اطلع من مكة بتسيب لنا فلوسك خدوا. ويروح للنبي يؤثر النبي عليه الصلاة والسلام على كنوز الدنيا وأموال الدنيا. دنيا ايه اللي تلهيني؟ دنيا وفلوس ايه اللي تلهيني؟